تخيل معايا كده إنك نايم في بيتك عادي جدا. ليل هادي، الدنيا ساكتة، مفيش غير صوت الهوا بس. وفجأة تصحى نص الليل على صوت خبط تقيل جدا جاي من تحت البيت. تقوم تبص من الشباك تلاقي حاجة غريبة جدا. البيت اللي جنبك مش موجود. أيوة، اختفى. بيت كامل اختفى من مكانه. لكن الغريب بقى إن البيت ده بيرجع يظهر تاني الصبح كأن مفيش أي حاجة حصلت. القصة دي حصلت فعلا، وخلت قرية كاملة تعيش أيام من الرعب الحقيقي. ناس كتير قالت إن اللي بيحصل ده حاجة خارقة للطبيعة، وناس تانية قالت إن فيه سر قديم مدفون تحت الأرض. لكن الحقيقة كانت أغرب بكتير من كل التوقعات. والمفاجأة اللي اكتشفوها في النهاية خلت ناس كتير ترفض تقرب من المكان ده لحد النهاردة. بس قبل ما نبدأ القصة، لو انت بتحب القصص الغامضة والحقيقية زي دي، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديدة. وكمان اضغط لايك للفيديو. الحاجات البسيطة دي بتفرق جدا مع القناة، وبتخلينا نقدر نكمل وننزل قصص أقوى. ويلا بينا نرجع بالزمن شوية لسنة 1997 في قرية صغيرة جدا قريبة من منطقة جبلية مهجورة. القرية دي اسمها كان معروف وسط القرى اللي حواليها باسم قرية الضباب، مش عشان فيها ضباب كتير، لكن عشان الأحداث الغريبة اللي بتحصل فيها من سنين طويلة. أغلب البيوت هناك كانت قديمة، مبنية بالطوب الأحمر والطين. الناس كلها تقريبا تعرف بعضها، والحياة ماشية هادية جدا. لحد ما في يوم وصل واحد اسمه حسام. حسام كان شاب عنده حوالي 35 سنة، وكان شاري بيت قديم جدا في طرف القرية. البيت ده تحديدا كان محدش عايز يقرب له بقاله سنين، مش عشان حالته وحشة، لكن عشان السمعة. أهالي القرية كانوا دايما بيقولوا البيت ده فيه حاجة مش طبيعية، لكن حسام ما كانش بيصدق الكلام ده خالص. هو كان شايف إن دي مجرد خرافات بلد، فقرر يشتري البيت وينقل يعيش فيه هو ومراته وابنه الصغير. أول أسبوع كل حاجة كانت طبيعية جدا. البيت هادي والدنيا ماشية عادي. لكن في ليلة حصل أول شيء غريب. حسام صحي حوالي الساعة 2 بعد نص الليل على صوت تقيل جدا، كأن حاجة ضخمة بتتحرك تحت الأرض. الأرض كانت بتتهز هزة خفيفة، زي ما يكون فيه معدة حفر ضخمة شغالة تحت البيت. قام من السرير بسرعة وبص حواليه. الصوت اختفى فجأة. فضل واقف شوية يحاول يسمع أي حاجة، لكن كان فيه هدوء غريب جدا. رجع ينام تاني وقال لنفسه يمكن مجرد تخيل. لكن اللي حصل بعدها بيومين خلى الموضوع كله يتحول لكابوس حقيقي. لكن قبل ما نكمل، لو وصلت لحد هنا في الفيديو اكتب في الكومنتات كلمة مكمل، وعمل لايك للفيديو عشان أعرف إنكم حابين النوع ده من القصص، وساعتها هننزل قصص أغرب بكتير. دلوقتي بقى خلينا نشوف إيه اللي حصل تاني ليلة واللي خلى كل سكان القرية يتجمعوا قدام البيت ده. تاني يوم الصبح حسام كان تقريبا ناسي اللي حصل بالليل. هو افتكر الصوت شوية بس أقنع نفسه إنه مجرد وهم، خصوصا إن كل حاجة في البيت كانت طبيعية. مراته بتجهز الفطار، وابنه الصغير بيلعب في الصالة، والشمس داخلة من الشباك كأن مفيش أي حاجة حصلت. لكن في حاجة واحدة بس كانت مضايقاه: الأرضية في الصالة
كان حاسس إن فيه اهتزاز خفيف جدا، مش قوي، بس كأن الأرض تحت البيت فيها حركة. حسام حاول يتجاهل الموضوع وقال يمكن مجرد إحساس. خرج يتمشى شوية في القرية ولاحظ حاجة غريبة. كل ما يقابل حد من أهل القرية يبصله بنظرة غريبة، نظرة فيها خوف أو يمكن شفقة، لحد ما قابل راجل كبير في السن كان قاعد قدام القهوة. الراجل بص لحسام وقال له: أنت سكنت البيت اللي في آخر الشارع، صح؟ حسام قال له: أيوة، إشمعنى؟ الراجل سكت شوية وبعدين قال له جملة غريبة جدا. قال له: لو سمعت صوت غريب بالليل ما تنزلش تحت البيت. حسام ضحك وقال له: تحت البيت؟ هو في حاجة تحت البيت أصلا؟ لكن الراجل ما ردش، بس بصله نظرة طويلة وبعدين قام ومشي. الكلام ده فضل في دماغ حسام طول اليوم، لكن برضه هو ما خدش الموضوع بجد لحد ما جه الليل. الساعة كانت حوالي 1:30 بعد نص الليل. البيت كله كان نايم والدنيا هادية جدا، لكن فجأة الصوت رجع تاني، نفس الصوت التقيل، صوت كأن حاجة ضخمة جدا بتتحرك تحت الأرض. المرة دي الأرضية نفسها بدأت تهتز بوضوح. حسام فتح عينه بسرعة، بص حواليه، والمرة دي كان متأكد الصوت حقيقي. قام من السرير ومشي ببطء في الصالة. كل خطوة كان بياخدها كان الصوت بيعلى أكتر، لحد ما وقف في نص الصالة بالظبط. وهنا حصلت حاجة غريبة جدا. الأرض تحت رجله اتحركت، مش اهتزاز بس، لأ، كأن في حاجة بتتحرك تحت البلاط نفسه. حسام اتجمد مكانه، حس بقشعريرة في جسمه كله، وفجأة الصوت وقف. مرة واحدة رجع الهدوء تاني، لكن حسام ما قدرش يرجع ينام. فضل صاحي لحد الصبح. تاني يوم قرر يعمل حاجة. راح عند صاحب البيت القديم، راجل اسمه عم صبري، كان عايش في نفس القرية من زمان جدا. حسام سأله سؤال مباشر: البيت ده فيه ايه؟ عم صبري سكت شوية وبعدين قال له: أنا بعتهولك عشان محدش كان راضي يسكنه. حسام اتوتر وقال له: ليه؟ الراجل أخد نفس طويل وقال: من حوالي 20 سنة كان في راجل ساكن البيت ده، وفي ليلة الراجل ده اختفى ومحدش شافه تاني. حسام قال له: اختفى يعني ايه؟ الراجل رد وقال: يعني كأن الأرض بلعته. الكلام ده خلى حسام يحس ببرودة في جسمه، لكن اللي ما كانش يعرفه إن اللي حصل بعد كده كان أغرب بكتير. في الليلة اللي بعدها حصلت حاجة خلت نص القرية تصحى من النوم. الساعة كانت حوالي 3 الفجر. الناس فجأة بدأت تسمع صوت ضخم زي صوت انهيار. الناس خرجت من بيوتها تبص في الشارع، ولما بصوا ناحية بيت حسام اتصدموا. البيت ما كانش موجود، المكان كان فاضي تماما، كأن البيت عمره ما كان موجود أصلا. لكن الغريب بقى إن حسام ومراته وابنه اختفوا مع البيت. القرية كلها فضلت تدور عليهم طول الليل، لكن ما كانش فيه أي أثر ولا حتى قطعة طوب. لكن المفاجأة اللي حصلت تاني يوم الصبح خلت القصة دي تتحول لأغرب لغز حصل في القرية، لأن البيت رجع يظهر تاني في نفس مكانه. لكن كان في حاجة واحدة بس مختلفة، حاجة خلت أول واحد يدخل البيت يجري منه وهو بيصرخ. لكن قبل ما نحكي إيه اللي حصل جوه البيت، خليني أسألك سؤال. لو أنت مكان حسام وسمعت صوت تحت البيت كل ليلة، كنت هتفضل عايش فيه ولا كنت هتمشي فوراً؟ اكتب رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد الفيديو يوصل لناس أكتر.
ولو حابين تعرفوا إيه اللي لقوه جوه البيت لما رجع وإيه السر اللي كان مدفون تحت الأرض، اكتبوا في الكومنتات نزل الجزء التاني. ولو لقيت تفاعل قوي هننزل الجزء التاني من القصة واللي فيه الحقيقة الكاملة والسر المرعب اللي كان مخبيه تحت البيت ده. صدقني اللي حصل بعد كده أغرب بكتير مما تتخيل.